بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. الموضوع النهاردة مختلف شوية، قلت بلاش أعمل بس، يعني ممكن نعمل بس بكرة أو بعده. الموضوع اللي عايز أتكلم فيه اللي هو جيل زي. جيل زي، يعني فئة عمرية. الموضوع ما فيه إن فئة عمرية يعني آه، متخيلة انها ممكن تعدي عادي ومحدش هيتكلم. لا، هتكلم. الجيل زي بكل بساطة هو جيل مرحلة من مراحل التوحد، ملوش هدف، ما مش عارف اي حاجة في اي حاجة، ولقى ضلته في ايه؟ في انه ينزل شات جي بي تي، او اللي هو الانسان الآلي اللي بيرد عليك وبيجاوبك على كل الاسئلة الوجودية اللي انت مش لاقي فيها قدوة تكلمه، فتيجي جايب جهاز وتقعد تتكلم معاه اللي هو ايه؟ شات جي بي تي. وده حاجة من الحاجات اللي بيستخدمها اللي ما يطلق عليهم بين قوسين الجيل زي. طيب احنا بنفسر، انا بفسر من وجهة نظري ان الراجل بقى عجوز وكبير ومكحكح وجاهل بالنسبة لهم. لا، مش جاهل ولا حاجة. ده انت يا عم الزي ده، انت فئة عمرية صغيرة. لازم نحتضنك ولازم نفهمك ان انت كده. اعرفك انت الاول، جيل طلع لقى كل حاجة متاحة، بضغطة زر لقيت نفسك بتحصل على ما تريد، بس مش في الحياة الواقعية، في الحياة الافتراضية. الواقع الافتراضي، مش الواقع الفعلي. الحل، لا لسه اعرفك بقى الاول ان انت اصلا تعريفك ايه. تعرفك ان انت شاب صغير، ما انتش عارف اكتر او معظم حياتك ماشية ازاي، او انت رايح فين او جاي منين، او ملكش هدف. والسبب بسيط جدا، تفتقر الى القدوة. ايه هي القدوة؟ القدوة اللي هو المثل الاعلى. احنا كلنا طبعا مثلنا الاعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قدوة برضو، يعني مش لا نغفلها، يعني اللي هو الأب أو الأخ الأكبر أو الصديق، أو الشخصية المشهورة اللي احنا ممكن نقتدي بيها برضو. وطبعا لا نغفلها. كده بكل بساطة ده الجيل زي. الموضوع ما يضحكش قوي لما تلاقي ابنك داخل في مرحلة توحد انطوائية، بلا هدف، حاجة ما تفرحش أبدا. دلوقتي اما اقول انا عايز ابقى قدوة لعيالي او لولادي او لجيراني او للناس اللي انا اعرفهم، بكون قدوة بافعال مش بكلام. فانا لما باجي اتكلم دلوقتي بقول انا عيني بتروح كده وكده عشان انا ببقى مش عارف ان دي الكاميرا ولا ان انا ابص هنا عادي، لكن لازم ابص عند الكاميرا عشان ابان ان انا ببص لكم يعني. الفكرة كلها ان الفكرة بسيطة خالص، ان هو جيل يكاد يكون مرفه شوية، ما شافش اللي احنا شفناه زمان. مش تقليل من اللي احنا شفناه، او مش زيادة على اللي هو بيشوفه، لا. هي كل حاجة بقت سريعة، بقى في بعض السلبيات من الاهل بقى. يعني في ناس كتير بقوا بيتجوزوا من غير ما يفكروا بصورة شمولية انه لازم يبقى قدوة فعلا لعياله اللي هيخلفهم. بتكلم بالعامية قوي عشان الكلام يبقى مبسط جدا. فالفكرة كلها ان الفئة العمرية اللي بقت حاسة انها
في مرحلة التوحد من غير ما يحسوا، يعني مش مدركين ان هم متوحدين او انطوائيين، مش حاسين ان هم يعني ايه يعني مش فاهمين الحكاية ايه. لا، هي الحكاية كلها بكل بساطة ان اهاليهم مش مدركين دورهم بشكل صحيح، ومش كلها قيم ومواعظ واوامر ونواهي. لا 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 خالص. احنا بنربي العيال دي مش عشان نخليهم معقدين، بنحاول بقدر الامكان نكون ليهم سند. بمعنى، اديكوا صورة مبسطة جدا للي انا بقوله علشان الكلام يكون بدليل. دلوقتي زوج وزوجة اتجوزوا، ربنا اكرمهم وخلفوا عيلين 3 4 5 واتيفر العدد يعني. الزوج مثلا هنقول ان هو مريض نفسي، مصاب باضطراب الشخصية النرجسية مثلا. بيعمل ايه؟ حياته كلها انه بيغلت على كل اللي حواليه. يغلت يعني يضايقهم، يشوفهم فرحانين يزعلهم، بقدر الامكان انتقاد طول الوقت، تقليل من الشأن طول الوقت. آه بيعمل ايه كمان النرجسي، اضطراب الشخصية النرجسية؟ اي حد لازم يكون في دايره الذنب. دايره الذنب اللي هي على طول انت غلطان عشان انت بتعمل كذا وكذا وكذا، والكلام ده كله ما حصلش. موته وسمه ما يشوف الناس فرحانه او عندهم ثقه بنفسهم. ده ممكن يكون زوج، والزوجه بتكون مضطهده، بنت ناس قوي مش عارفه تتكلم مش عارفه ترد. بيتطرق الموضوع لضرب واهانه واذلال. ده كله اللي انا بتكلم فيه بيكون سبب من أسباب إن الطفل يلجأ للتليفون، لألعاب. بس الأكتر دلوقتي والاتجاه اللي بدأ ينتشر اللي هو الشات الجي بي تي. طيب، الزوج اللي كده بنعمل معاه إيه؟ الدكاترة كتير اتكلمت إزاي تتعايش. وأصلا الدكاترة هم بيقولوا تتعايش، بيقولوا الانفصال. الانفصال يعني طلاق. يعني ليه؟ لان في المرحله دي بيبقى مش بتطلق الست، مش بتطلق، او ممكن تكون الشخصيه النرجسيه دي واحده ست كمان. يعني مش واحد بس، مش راجل بس. عيني برضو مش هقعد اشرح كل شويه ان انا ببص فين. انا ببص عشان الكاميرا الناحيه دي، وانا ببقى عايز ابص لوشي، فانا عايز ابص للكاميرا عشان ابان ان انا بشايفكم. فالشخصيه اضطراب الشخصيه النرجسيه ما بيبقاش حصري على راجل بس. لا، ممكن يكون ست نرجسيه نفس الصفات اللي انا قلتها على الراجل تيجي على الست. طيب، قلت دلوقتي ان ممكن الطلاق ليه؟ مش دعوه للطلاق. الناس اصلا بتطلق عشان حاجات هايفه. لا، لما اكون بنفصل عن الشخصيه النرجسيه دي او الشخصيه المضطربه نفسيا عموما علشان خاطر عيالي اربيهم بطريقه سويه. طيب، بعمل كده ليه؟ لما اعمل كده يبقى انا كده بحمي عيالي وبحاول انقذ ما يمكن انقاذه. اللي حد بقى متخلف متخيل ان الطلاق ده نهايه العالم او مش هيبقى في حاجه. لا، الطلاق مش نهايه العالم. الطلاق ده الناس كتير جدا في ديانات اخرى، ملل اخرى بيحسدون عليه. بس المقصد ان ده سبب من اسباب الاصلاح. عشان كده ربنا خلق الطلاق ليه؟ علشان احنا لقينا الدنيا مش ماشية كده، بنحاول نعدلها. والطفل اللي احنا خلفناه وربنا ده بيبقى محتاج يلاقي قدوة، حد مش يربيه بأوامر ونواهي، لا، بيربيه بطريقته، اللي هو بالتجربة العملية. بتشوفني قدامك بعمل ايه، بنزل. يعني ما اقدرش اقول له يلا روح صلي وانا ما بصليش، يلا نصوم وانا ما بصومش، ما تشربش سجاير وانا بشرب سجاير، ما تعرفش علاقات، ما تبقاش في علاقات محرمه وانا في علاقات محرمه. دي القدوه الحسنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على القيم بتاعتها. ما قدرتش اعمل كده يبقى ما لومش بقى الا نفسي. لو ابني طلع متوحد، طلع مريض نفسي زيي مثلا، لو كنت مريض نفسي، ده المقصد من الكلام. ارجو تكون كل الفكره وصلت بس بطريقه مبسطه، والموضوع مش صعب جدا ان احنا نتغلب عليه. بس هي الفكرة نفكر بفكرة شمولية في الأسرة. لأن الطفل اللي طلع وعنده الإيشيوز دي،
المشاكل النفسية دي مش هو غلطان لوحده، كان في جزء كبير على الناس اللي عايشة معاه ومحدش سمع له أو محدش كان سند ليه. وأرجو إن إحنا بجد نبقى مسؤولين عن الناس اللي المسؤولة مننا، اللي هي مع عيالنا، يعني إذا كان الولد أو بنت. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.